إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى لومي سورة الأحقاف كاب آية مبل عسرت شوعاتك جمرين إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين إن شاء الله تعالى إذن قرأنا آياتات كنفسر كنتنتننينا الله سبحانه وتعالى دقفون حجزون مسانا خون دقيبنا دقاقبنا دعانا طرعنا أن بقيتانا بالله سبحانه وتعالى نقرب أبز حالف درسنا بزعبة اتي نولد زخبرا كمتي الله سبحانه وتعالى زأززون نعم الله سبحانه وتعالى بحادنته آمينو كمون نولد زخبرة أبعبيته ود 4 مس بصحون ملؤنت ناي ود سب مس اخلنت ناي ود سب مس بصح امرؤن عقلن زاخللو اوان كا እንደገና ዱዓ ገይሩ ንዑን ንወለዱን ነቶም ብድሕሪኡ ዝመጹ ወለዱኡ ከዓ ንኹሎም ዱዓ እናገበረ መገዲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሒዙ ዝኸይድ ናይ ወዲ ሰብ ሓደ መገዲ ወይ ከዓ ሓደ ኣብነት ተጠቂሱ ነይሩ ማለት እዩ إنه لومي الله سبحانه وتعالى أبزا لما علتي مجمريا زقرأنا آية خاء يقول الله سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إنه أتي نولدو زي سمع نعوم زي خبر نخير نحكي نسناي نامرحو وخلو فتصمو نزي زنصق كحيدا زخونه ان الله سبحانه وتعالى كحيدو نولدو خا زخ حدن نولدو زي خبرن زخ كالاي ابنت كم مخانو ان الله سبحانه وتعالى ابزيون ينغرنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى يقول والذي قال لوالديه اف لكما المقصد زمانيو اي واحد نزخون كله زمال مالتي زي نحاده سب ترى يكون انتهى اب حفشو نزخون يكون ود سب كم عينت سب كم زلو زخحد ناي حقي انا تمرحن كله خير نار اي وخلون زي قبلون كم زلو كمتي الله سبحانه وتعالى لاخان لاخو نتوب الاخان تنصقو زركب از سب زون ولاون ولد انت دا خوينمون صمنا ناب خير ناب رحو خلو نسو من الباشون كأبي يركبيو تي هدايا ناي الله سبحانه وتعالى سلازخونه قديتا حدا سب ولدو اسلام كوينهم مؤمنين كوينهم مقد خير زحازو كوينهم سي قديتا سون كم خيد مالتا يكونن لان الله سبحانه وتعالى كلنا نهنا عقل نهنا امرون يبونا اي بز امروزم انتي نتحق نخنممي حلافنت ونسخات سكمو مالتي صباح نغو لكن توم ولدخا يحجزوها مالتي وحبريتا خونوخا ناب خير ناب سناي ون يمرحوها يوم الله سبات نزي خير زي قبلوا ايكونن دو ترى سبسي ولا توم انبياء الله سبحانه وتعالى توم انبياء زلكم زنبره كم نبي الله نوح انت وسيدنا حدا خفتهم ولادو نتي زسوس قبرو زنبره ناي دعوا غوسغاس زي تقبلون يرو مالتيو مع انه ود منيو ود نبي من انبياء الله نبي من انبياء الله تو ابو حجي فلطو ينبو ساكن دي حقنياهم مقانو انتاينتنا فلتخلو لكن من اراد الله سبحانه وتعالى ان يضله فلا هادي له الله سبحانه وتعالى زط فوز ملسو يلن نبي يخمل سكايكل ولا خالقون اي ملسكاني مالتيو فهنا الله سبحانه وتعالى كم زعينه السب كم زلون زي ابنه زي تغسلنا له مالتيو والذي قال لوالديه
أف لكما أتعدانني أن أخرج مالت يوم القيامة نخرج أي أخرج يوم البعث يوم القيامة له ويك كتس يوم البعث له لكم تتنققون زلهم تفرارهن زلهم جنان جهنم له تبلون زلهم إذا نجر زي حق يكونني لي نصقو مالتي لأنه يستدل وقد خلت القرون من قبل كندي قدمنا زحلفوا يلون كابهم تملسوا ورا يحزلنا زمت رأنا من نجيرنا انت كم زركب صباح نوغو زمزموتو زلو بصيحو تملس له وقد خلت القرون من قبل كل خيداها والحانت من قال له تملس ملز تسئ فهو يستشهد بأنه مدام حجي زير أخوه باب الدنيا خلقه تملس كاب زير أخو إذن يوم القيامة زبهال يلن مويت كام تنسى زبهال ون يلن يزبل زلو مالتيو هو كافر هذا كافر والذي قال لوالديه أف لكما أولا أصلا نتوم ولدوا صبق ملسونا يملس لهم مالتيو أف لكما تحسكم وزلهم أيد ليني تتبلوا وزلهم أي سمعون أي تقبلا مالتيو فهو كافر بالله وكذلك نولدون يسمع مالتيو أتعدانني أن أخرج يعني كأنه يستحيل مستحيل زبتي دل مالتي زبتي من دقنا من تنسى أن أخرج يعني يوم البعث تنسى زبها المويتة زبت الوزر لهم سي زبتيو كما يجركم السخم تفرارهن بزي أتعدانني يعني وعد تأتوا لويك تنكق قلتات النابلكم تفرارهني زي كونيو وقد خلت القرون من قبل هذا دليله زي حجي كم جبت غير وحي وزر له انت عايز بزلو مالتيو قدم حجي قدمنا زنبرو خندي عامتا زنبر سب قدمنا زحلف بوتات قدم بحقوتاتنا قدميهم زنبرون سي من قالو خاقون بصحو زتبلس من قالو زنغرنا من قالو استسع اذا سب زقد ب2000 عامت نيرو حجي تسيو زبلنا سبالو اذا حقي كونني لو ينصق مالتيو وفي هذه الحالة وهما يستغيثان الله يعني بلغ بهم الأمر تولدون زي ولادهم زي كافتح زوزلو من قدي نخلق ناب امنات نخملس انتهي قبروا مالتيو ناب الله سبحانه وتعالى برتع دعاء قبروا مالتيو هما أي الوالدين زي سمعوا خلوا خافتوا ولادهم دس لزي بلهم زي نجر زون زي حزوا زلو تفاعاتكم مخانو سلازي فلطوا فإذا انتهي مزبل زلو مالتيو يستغيثان الله سبحانه وتعالى طبعا أنت ربي زي ولادنا زي أبينا لهم فهم يستغيثان الله سبحانه وتعالى يسألان الله أن يهديه كأنه استغاثة طيب مجرد دعاء يكون الاستغاثة أشد يعني الدعاء أبي بتي حمالتي كأنه يعني هطص دعوة يعني غوث وطلب العون غوث من الله سبحانه وتعالى يطلبوا مالتي وهما يستغيثان الله ويقولان ما في شغل وهما يستغيثان الله أي يطلبان من الله سبحانه وتعالى أن يغيثهما ويلك آمن تتنقق ويلك آمن ويلك أنت خانك أخاتا أبزل لك أنت تفق خازل لك نابلو إذن بخلو فتن له مالتي نعو يتنققوا دعوة غيرهم ولو ناب الله سبحانه وتعالى دعاء غيرهم مالتي ويلك آمن تأخات بلد لك أنت سب أنت ولاد أنت ودنا أنت قالنا حسك هذا لك من قد طفآتي إن وعد الله حق الله سبحانه وتعالى زبلو الله سبحانه وتعالى زاته وقال حقيو فتيمو أيت إلا منيو سلازي إذن نجرزينا يوم القيامة زبها زلو السخاء زي آمن كالو زلخا لانغا ويكا ترترى زلو ويكا زي رقص نجر يكونن إنما هو وعد حق من الله سبحانه وتعالى حق بحق الله سبحانه وتعالى قال زاته ويو لكن ماذا كان رده انتهي لملسه قال هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأول يا أخي تتعبون يا أخي سؤالكم إذا سؤال كاهتوا قطوي ما هذا إلا أساطير الأولين
نتي قال الله نتي متنققتا زوهابو زلو قال انه اساطير الاولين سؤال كذا لا قدم سؤالهم هتفتف لهم زنبو زنبرو سب زفرارو له زنبرو يو تحز ነገር አይኮነን مرتعو زلو ነገር አይኮነን ይሉ نتيقو مالت يو فرد بهذا الرد هذا مقابل ذاك يعني اذا حجي افتي اذا حلف درس رأنايو انتي عينت سب نيرو مالت يو اذا خا انتي عينت سب فالناس بين هذين إما مؤمن وإما كافر زي ود سب إما كأمن يو مجد حق حيز خيري ويكأ إذا خاك على عينتي كل عينتي زل مالتي وفريق في الجنة وفريق في السعير منقو زبها ليلن يعني أمنة كحدة كلتيو الراخبة ويكأ ما كلاي مرقز حيز خبها خيري زبها ليلن ما كلاي مرقز زبها ليلن إما مرقز مرقز أمنة خونا له ويكأ مرقز كحدتي لكن نتنتن اللافينكا ويكا نتنتن أقراريبكا كلتيو حالهم قبرو إناز بهال نقر يلن فلا تجتمع النار والماء ولا يجتمع الإيمان والكفر كلتيو ببين إمالتي امنتن كحدتن سي كراخبو أيكولون يوم كلتي عينتيو والناس بين كم زيام كخون مارتي أبزاد دنيا زيا أبكلتي خاتمك الله سب زعمنا الله خا زخ حدا أما نقول الله سب سبها ليلا ويوم القيامة كذلك كما قلنا فريق في الجنة وفريق في السعير نتهم مونغو زنبرو الله سبحانه وتعالى نايبينهم ناي مونغو غير لهم بوتا أي سمعنا نايتبهلا ويتنقرنا إنما الله سبحانه وتعالى كما يوم تبع الإيمان أهل اليمين بعد الإيمان يمان زخونه ويكأتهم أهل الشمال نايت أقام نايت أفعال زخونه خازي كأ بينهم من مالتي فزي حجي زخونه سب كم زعينتي لنا مالتي لأنه قال مفسرين ويكأ قال روايات زمت أنيرو مالتي إنه زآية زئة كأن مقصود بها شخص بعينه في زبل سب طبعا كانت في مشكلة سياسية أبقى حدا أوان مالتيو روى النسائي عن محمد ابن زياد قال لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد قال مروان سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما طبعا مروان كان من تاني مالتي مروان زي والي في المدينة ومعاوية هو الخليفة حجي جينا معاوية هو يتخلون من غير مالتيو نودو السخون خليفة بعدي دحري له مالتيو حجينا تو مدينة زنبرو طبعا انتم عبيت الصحابة او توم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابي اميرهم ام مدينة اميرهم مالتي حجينا ام انت بزنقر ترخي بزولو بؤون منوميلو مروان اكيبو مالتيو فايلوهم كم خمس غير لهم موني اذا سنة ابي بكر وعمر يو مالتيو فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما سنة هرقل وقيصر إذا سننا أبو بكرنا عمر يكون لي ومن اللي سلوا مالتي فمروان انتهى له من اللي سلوا مالتي ها أزكو يقال مروان فقال مروان هذا الذي أنزل الله تعالى فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لعن أبا مروان ومروان فردت عليه في صلبه فمروان فضفض من لعنة الله على كل طبعا حجي طبعا يعني خصومة سياسية سلزنا حجي لابنا الجيبوا مالت يزي ناب عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه زبلا سلزي تقبلا وردت عائشة رضي الله عنها عليه طبعا الزنا قرزي بزعبنا عبد الرحمن يكونن إنما كالس بنيرو ولو من يتبركم من مسمى خلكم من غيره لكن سميوا أيضا إلى مالتي فالمعنى الأصل هو المقصد أي إنسان هذه الآية تشير إلى أي إنسان لذلك قالوا الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين حق عليهم القول بعدما قال والذي قال كأنه شخص مجمع حجيت الزراربة والذي قال كأنه الكلام ما قال والذين قالوا إنما والذي قال كأنه شخص بعينه لكن هنا لما جاءت الآية فيما بعد قال أولئك قالوا هذا دليل على
أن المقصد هو جنس إنسان يعم كل من كان كذلك. يعني الكلام هذا نعون خؤوزة مثلا يعني حال سبق إنما المقصد هو جنس الإنسان ود سب مالتي أيوة أصغى حجي ود سب كتب الكلخة هذا يعم يعني الإنسان ككل معناها. يعني المقصد بتجبر مالتي ده أنبر إنما فلان بعينه ما لا يكون. لذلك الله سبحانه وتعالى جاء بقوله أولئك بعد أن قال في البداية والذي قال مسبلي قالوا فهذا دليل على أنه الأمر يعم الجميع وهو الكافر الفاجر العاق لوالديه. يعني كحدي بالله سبحانه وتعالى زي أمن كم ون ولده زي سمع بتي الله سبحانه وتعالى أززون تزازات زي تكبر زي كيد كمون بناي معالت قيامة زخحد مالتي. أولئك الذين حق عليهم القول أي حق عليهم القول أي قول العذاب أن الله سبحانه وتعالى أحق النرتي زي أمنة تزق حدي الله سبحانه وتعالى توعده بماذا بالعذاب في يوم القيامة. فأولئك زوم كبزاء مسلوا سبات انتهى يوم زلزل الله سبحانه وتعالى حق عليهم القول الله سبحانه وتعالى سيعذبهم كمتي قال زاتهم كمتي الله سبحانه وتعالى زبلوا وعد كمتي إن وعد الله حق زبلوا في آيات حالفتون زوم سبات زيهم لكع كم تقدم حجي توم زخحدوا الله سبحانه وتعالى زقطعهم أب الدنيا يخون دحرايم كقطعهم قال زاتوا كم كون يوم. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. فهؤلاء كلهم الله سبحانه وتعالى كل تي زابه نزي أمنه الله سبحانه وتعالى جعله يوم القيامة تخوني سبزي يعذب وهو من يعني يحكم عليه بالكفر كحد ما التي سبزي. فالله سبحانه وتعالى سواء السوء زي كم زبالة حجي ويكا كم تم قداموت يخونوا وفي كل أمة من الأمم سواء من الإنس والجن كل مكلف الإنس والجن أجاننت يخونون والدسب يخونون كلهم هؤلاء انتهم مكلفين لا بد أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى خامن اللوم نتي الله سبحانه وتعالى تئزاز كقبلوا اللوم. فالله سبحانه وتعالى زم سبات زيهم زم زي آمنوا زم زخحادوا سواء سبق في التاريخ أو كانوا سيأتون. الله سبحانه وتعالى كله بحجي من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وكفر فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبه كما سبق وأن عذب في الدنيا من سبق وفي الآخرة كذلك سيعذب آخرهم كلهم كقصع مالته إنهم كانوا خاسرين. الله سبحانه وتعالى زم سبعة زيهم كأبرقز كخسروا يوم. والخسران هو الإنسان أن يفقد من رأس ماله يعني خسارة مالت رأي تي ربحها سئين كامالة يكون. إنما الخسران هو أن تخسر رأس مالك فأن تخسر نفسك وهذا أعظم رأس مال زلكات نفسك يا مالتي. فأولئك الله سبحانه وتعالى بأنهم هم الخاسرون. فإذا ما عندهم شيء يعني ولا حنت يبل لهم مالتي تزحزوا ونقرون يلن فتسمهم زوم سبات زيهم بحكي وردتنياتات زخونوا أبخسارة زلوا سبات زيهم إيهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا. هنا فسرها العلماء بوجهين خلت التعينات. ولكل بعض العلماء قال ولكل أي وللمحسن وللمسيء يعني على الوجهين. والقول الآخر تخال أي يعني ولكل معناها للنخير زقبرا نأكي زقبرا زي حنتيا تخال أيتي ولكل هنا كذلك ولكل عذاب بحسبه أي أهل الشر لأن المقصد طبعا حجي من يتزارب زله ثم كيز قبر مالته فكل حسب شره ومعصيته. لأنه كذلك كما أن للجنة درجات إلى العلو درجات العلي فكذلك نار جهنم لها درجات ودرجاتها إلى الأسفل إلى الدركات. فالله سبحانه وتعالى هنا عندما قال ولكل درجات مما عملوا أي ولكل عذاب بحسب عمله فكأنه يقصد أن أهل الشر كذلك يختلفون تفلا ليه درجاتات اللهم مالته. لأنه الإنسان يعني يحمل من هذه الدنيا
يعني يختلف كل ننات له. لذلك الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة ميزان غير الكمالة كل يعذب بقدر عمله وبقدر ذنوبه. لذلك قال في الآية في نفس الآية حجت علينا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالمقصد هو الوجه الآخر تفسير ذهب ومالته أي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم كلهم نناتهم حيز الله مالون نناتهم كوم فلا يظلمهم مثقال ذرة ولا نشتي خندنا طافتخون ولو ان كابات ناس الله سبحانه وتعالى فتسموا أي عمصهم من إيو فلا يزيد على ما أساءوا يعني أفتح مغز قبروا كياتهم أي وسخ لهم سنايز قبروا أنت دع الله خيون الله سبحانه وتعالى فتسموا أي نكيونيو فكل يحاسبه بحسبه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا. إذن كلنا نات له مالتي درجانا جهنم له درجاتنا جناون له مالتي. فالله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء زوم سبات زيهم زوم قبرنياتات زيهم كم زغيرهم زقاقه يزلو الله سبحانه وتعالى يتنققهم له مالتي تتنققوا يزبلهم زلو نناتكم الدليلكم له اتي زغبركم كله بيتكم زفصمكم صباح نغو اقدميكم كصنحكم يو الله سبحانه وتعالى خاب وقصعكم يو فتمون أي عمصكم من إيو. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه كما حرمها على عباده. يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. زي جنا أفتي جهنم كأتوا خلوا حجي مجمريا أفدقنا جهنم مسبصحون تاجنا مسرائي وأبكر مئة مسكونوا قص مستراخبوا مستا جهنم انتهي لهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء يعرض الله سبحانه الذين كفروا تم كحت مالتهم أفتاء جنة مستقربوا يقال لهم انتهي بهالو طبعا زيادة نعم وقسا مالتهم. فالله سبحانه وتعالى زيادتي مقطعتي ناي قالن ناي أكالن من تخون الله سبحانه وتعالى يقول لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. معنى ذلك أنه ما عندكم شيء طيب حجي طيب زبهالي هلن كل سناي تطعموا سناي زبلكم مو تبأزا قدم رخبكم مو يخم أب الدنيا وديكم مو يخم أذهبتم انتهى خلاص ذهب. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من الطيبات في المآكل والمشارب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه خليفة إنيرو طعم مقبي طعم مستي قلميتات كركب كله يبلعين برن سلمنتاي يقول إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم ووبخهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا من شدة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني مهما كان زد أبد الدنيا فتسيمو دستا دليل برن تدستا معنا مع صبيان يرو مالتيو أبيوم القيامة الآخرة. قال أبو مجلز ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طبعا هذا إذا كان الإنسان يفعل الخير رؤيا أنت أجيره راح خلاص فقط قيل سخانة من تأخذ غير كايو من الدنيا. طبعا الصغار حجي نفوع كتبهال تبع كتبهال هذا انتايو أب الدنيا خلها انتاي نعخا
لقاس كتبهال ترى أنا صدقة خوينه عابد زاهد عالم فلات لق فلات كتبهال أنت رأيك نزل نجرز رأت سريح كايو أب الدنيا كلها خازن نجرز تركبي كان ترى سريح كايو معنى ذلك الصخة أبي حد اللي زل خازي شمة زي أب الدنيا خلها مع أنه خير خاطر تقبر زلها لأنه أنت الآن قاعد تنفع حسنات يعني زكاة توصل لك أخوين كاولا صدقات لقاس قلميتات أب جهات تكافل أب علم تكافل قلميتات كله إذا كله أنت هل هو خير ولا لا؟ هذا من الحسنات. لذلك يقول ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم صبغي ليرو يعني هو فعل فيقال له يوم القيامة خلاص أذهبتم طيباتكم يعني صغار آخرة زي أيصنع حكاية معاصي دلي خيان يركا أبد الدنيا خلق دلي خيان يركا فرح مستاذ لخيا بس أخيره. فإذا هذا يقال الأصل يقال لمن؟ للكافر. الأصل يقال للكافر كما قال الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لكن كذلك حجون تاب لنا له مالتي بناء على هذه الآية إذا كان الإنسان ود سبون انت لقى إذا نقدر زي خيرات فصمو زولون الدنيا اللي انت لقى غيره فقط قيل. الرجل يقاتل شجاع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أول من يعذب ثلاثة يوم حجين تاقب له بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى خلاص أبد الدنيا تبهي لكم فقط قيل يا الله أنت من يعني من تخاذ قاتلة من تخاذ جاهدة من تخاذ بلا بلونيرو لا بل كذبت قاتلت ليقال لك شجاع ليقال لك كذا وكذا فقط قيل تبهي لك خلاص. إذن الطيب أبد الدنيا زحجنا الدنيا خاذ اللي خانرك فرغب كايو فذهب بذلك كله طفئ كمالته. فلذلك الإنسان يخلص العمل يكون تكبار تقبر خلقها ينقاس يعبئ والإخلاص عزيز طبعا ذات الدنيا زي طبعا تعش وكا وهو بينك وبين الله من فلط زحجي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أستطيع تكون يكون سبحجي إذا مخلص يكون منافق منافق يكون ما أعرف أنا لأنه مسألة هذه مسألة قلبية يعني زرقنا قرا يكون بيتك بعين خان بقرد تنكفو يكون إنما هذا أمر بينك وبين الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فخدعت نفسك وضيعت على نفسك ولم تضيع ولم تخدع أحد. يعني أنت تظن دائما مسلك صغا حجي ممكن سبب أن الله تلالك مسلك وكأنهم مؤمنين تتأتى لهم الله خير كابنا باش تغشيش تخون لكن ما ضيعت إلا نفسك لأنه سخاء خاطف أكازل له خير. هل المؤمنين ماذا خسروا ولا حنتي الله سبحانه وتعالى سخاء بدك بقدامك آمين كابقدمتات غير قالوا يقبر قالون ماذا يزيد الله سبحانه وتعالى وماذا ينقص ما في شيء. فإذا كل عمل زن عخاء زودنا عخاء نابخ إذن من الاسمالتي فخدعت نفسك قد الكيان بريء الله سبحانه وتعالى يتالي الكيان هو يعلم ما في قلبك فلتكال لو من كم مخانك الله سبحانه وتعالى يخلقك انت يتحسب لك انت يا خان من تفتسم لك الله سبحانه وتعالى أعلم بك. يعني لي عمر رضي الله عنه طبعا ما حد يشك انه مخلص وهذا كمان يعني يدل انه الشهيد ورع عن يقول تستايق برودي مالته طيبه حلال كله زيتات اليوم كان 5 دقائق باسي يقفل النيل يقفل مالته زياد يعني كم يقولون تستايق ولا تنيروا يعني سمعا تغيرا قصدك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لا هو الآن عمر بن الخطاب كان يفعله القولين احنا افصل بينهم. القول الأول اللي هو ورعا عن عمر ما روي عن عمر ورعا زيابينها تزاربناها تمام عمر بن الخطاب هذا أمر. الثاني رواية أبو مجلز قال ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا معناها فيقال لهم أذهبتم هذا مسألة ثانية زي خالي احنا الآن تقدميتينا يا أبونا عمر قبل زنبري ما دخلنا في مسألة النفاق ومسألة الرؤية إنما هو ورعا. عمر بن الخطاب بيني زي عمر بن الخطاب كان هو الرواية قالوا أنه تورعا وليس أنه يعلم أنه لو أكل من الطيبات ما عنده مشكلة
يعني صبونا قرت بلعه ما يراه أنه هذا معصية ولا قال، لكن هو من حبه لما في الآخرة من الخير وانتظارا صباح نقوه ومود حراب الدنيا قرب تمتع كابزن تلارخي، بس أنا أخشى تورعا. قلنا هذا أمر آخر. تقال أيتي أبو مجلس تكلم بشكل عام، قال أنه في ناس في يوم القيامة كانت لهم حسنات في الدنيا، يوم القيامة سيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا الذي يقال له لا ليس لمن فعل ذلك تورعا أو صغى مؤمن يركب على الخير يركب. لا، الآية ذكرت أصلا الكفار، الآية وردت في الكافر. بس يا دكتور لحظة دي ترد خليه يردها ما عندك مشكلة. بس أصبر سيدي حري عدة لبس لزخونك شعور تزعروا عشان من تدم حدا لا جميل، خير إن شاء الله. أيوة جميل، خلاص إحنا بس إذا كان كسؤال سريع نمشي، لكن أين ملالس المالتي تمام. فهي الأمر إن في الآية في الذين كفروا، ثم جئنا في قضية التفسير، فعمر كان يفعل كذا ثم أبو مجلس قال كذا وكذا. هو الأصل الآية ذكرت الكفار، ما ذكرت لا المؤمنين ولا المنافقين، لكن ذكرت الكافر. يوم يعرض الذين كفروا يقال على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي الدنيا هذه. طبعا جنة الدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي جنة الكافر. لماذا جنة الكافر؟ لأنه يفعل فيها ما شاء، والمؤمن لا يفعل في الدنيا ما شاء، إنما يلتزم بشرع الله. يعني هذا الفرق. يعني أما في يوم القيامة، بيوم القيامة تجنى الله سبحانه وتعالى سيعطيك من الخير كله، ما في شيء محرم. بآخرة ابتجنى حرام زبهار يلا. فالمؤمن ستكون جنته في يوم القيامة، ذيك الكل زي قبر زي كله لك حلال. أما في الدنيا فالمؤمن كأنه سجين بمعنى تقيد خيدا له مالته، يفعل لا تفعل، افعل لا تفعل. أما الكافر ما يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة، إذا حلال يقبل حرام يقبل، كله بالنسبة له انتهى حلال إلا أن يحرمه هو بنفسه. يعني بس أنت لا عجبه يقدفه مالته جاي دليل أنت دايله في يده. فهي جنة الدنيا هذه جنة الكافر لأنه يستمتع بها، فيقال لهم استمتعتم بها، تمتعكم لا أخم ذا جنة وذا الدنيا. فإذا جناهم أبي نرى مالتي وأبي الدنيا خلهم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله سبحانه وتعالى جزاؤهم قالوا هنا يكون من جنس عملهم، لأنهم استكبروا في الدنيا. أبي الدنيا خلوا نتحكي سلامتها أم زي تقبلوا سلا تعبيد زنبرهم من كما سلا زبلوا كآمنون. فالله سبحانه وتعالى يعد في يوم القيامة نزي تعبيتين ياسب انتهى قبروا مالتي يواردوا يحسروا. فكما متعتم أنفسكم واستكبرتم، فالله سبحانه وتعالى أنه أب آخرة خاء يجازيكم من جنس عملكم كمتي أب الدنيا خلكم فتصمكم بنصاروا الله سبحانه وتعالى كواردكم يو أتي مقطعة خاء كله أب زبانكم كورديو إذا مقطعة زخاء نعاكم تي زنبركم تعبتن تزنبركم أنفا تزنبركم من كمانات بلو زنبركم كله أي كتغمكم منيو انتاي كتكونيهم توم زحاسركم توم زباسكم توم زخفاءكم توم زتواردكم كتكونيهم أبز كخفاء بوتاخ آخر تركبوا يخم مالديو. فالله سبحانه وتعالى بزي لمن نتوم كحتي يتنقوا مالو مالديو كل زي رخيكم وزلهم كأسلم انتايو بما كنتم تفسقون، لأنكم فسقتم. والفسوق طبعا الخروج عن طاعة الله. فسق كتب الكلخ أنت مالتيو كاب مجد وصيو كاب مجد تعالي مالتيو نت مجد حق قريفو مجد كفاءة مجد طفاءة زو سلسل بحرزي. الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخون نتوم مؤمنين زانتاناي نبي الله هود
قال خابو يتقصلهم مالتيو زيادة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كزناقعهم الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كزناقعهم أنت لأنه لكع توم مشركين بجزء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زنبورو نتحكي تقبلون مو زنجر زخاء كدم حجي يا محمد كم زخمخا سب تلاعيخو متيو مخا زي تقبلوا ونيروم نتحكون زنصقو بزحات يوم نيروم سلازي اذا نجر زي كبهيكا يبلون اذا نجر زي اب حزن اب غاهي كبصحكا يبلون لكن اذكر يا محمد يزخا خرمات واذكر اخا عاد اخا عاد من هو اخا عاد هود مالته اخا عاد هم من يوم قوم زيوم حزبيهم حرخابهم من نيرو من يشمو حوم تلابهم تلاخ مالتي هود عليه السلام فالله سبحانه وتعالى نبي الله هود نعمل لإخونا بحزبي عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الله سبحانه وتعالى أرسله نبزهم سبعة يوم لإخوة أبين ربوتهم كأحقاف زبال والأحقاف قالوا هو مكان يمن بيمن أبو تاتي تقريبا فقيل أنه هو المقصد الأحقاف إما جبل من الرمل كم أكب كنقوب زخون بحصة مالتيو ويكا قال أنه والجبل والغار بعد تزلوه قوب مالتيو على كل هو ممكن يسمى تبوتاناتهم بخوم تسميوا يعني يروح بزحكم متات نجدنا يكون حنتي قوب مالتها يكون لكن هو ممكن كم زي تاسل زنبرو لأنه الأحقاف هو جمع للحقف فالأحقاف تبوتاناتهم حجي بزي ورينيرو مالتيو فالله سبحانه وتعالى نزهم سبات زي من ليخلهم نبينا هود عليه السلام وأنذر قومه نزهم هزب زي يتنققهم نيرو ببنتاي بتا الله سبحانه وتعالى زل أخو فيقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف معناها بالمكان هو المقصد هو المكان وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بمعنى أنه إيش أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ورسل كلمئون لأخو نيرو أي كأفت بوتاتو ويكأفت زنبور وابتقوهم من نيرو أي أرسل الله سبحانه وتعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين أبكال بوتات وانت لا أخو نيرو مالتي قدمي يخونو ويكأبد حريقون دل أخو له فالله سبحانه وتعالى إذا نبي الله عاد كل أخ كله خمسة خمخاون نمجمر يا جزء زل أخي نبرا إنما هو مرسل يعني قدميون ملأخت نيرو أفتتقون أفت عدتاتون تسمعون نيرو خالو أتلو خالون كم تلاخو ورسالته هي نفس رسالتهم تام الأختون حداش ملأخت نبرة إنما هي كرسالات الأنبياء انت يعني ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله زياد ما تقند كلهم توم أنبياء توم لأخان حزوا ما زمتوا مالتي بجيك كان الله فتسمكم نخالق أملخوا تيتهابوا نخالوا أي تقبلوا مخنياته انتدأ نقويتان الله سبحانه وتعالى قريفكم نخالق أملخكم فإن مصيركم النار إلى النار لذلك قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سلمتا إذا تنققهم زلو لأنه يرحمهم زيادة وانتهي حج زرعك زلو زي زاربو زلو زرباهم كم انتهي تبقيسو فريه اللوم ورهره اللوم مالتيوم انتي أب جهنم نخيئته نسون نفسه نزا روحو ناب خير نسناي حيزو طراي أنا نبيني أكل أي بلن أنا انتهي قدشو نناي كالا أي بلن لكن أنذر قومه كما أمره الله سبحانه وتعالى كم تأ الله سبحانه وتعالى أززو نتي هزبه النقير مالتيو والإنسان أتي نسناي ناب كله نختب صحت راي نجد النبي ويكال أخت كونا لك مالتها يكونن كذلك نحن زخون يخون ودسب انتدى بعد الإيمان كوينو زي إيمانو قديت أنا من كافل الله ناب هزبنا كله خبص حلو مالتيو ويبدأ وأنذر عشيرتك الأقربين قدام منك كأني من خور مالتيو نتوم تقاخذ له بيت سب كان هزب خان عقم بقوم كجمر لك مالتيو
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بمن بأهله وقومه بجزء جمير مالتي نتهم هزبو خاء هتنكقوهم مالتي فهو عندما أرسل نبي الله هود كذلك لك نتهم هزبو أتنكقوهم مالتي كتنكقوهم كله خاء كله يبرها لهم له نقويتا ترايكم لكم زلو من أعززي انت دا أعزي آمنوا خاء انت يتصبيهم زلو جهنم إسات جهنم يتصبيهم زلا مالتي فالله سبحانه وتعالى كم زغيرو يتنققون مالتيو زم سبات زيهم ግን እንታይ ኢሎም መሊሶም قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أجئتنا يا هود سخا እንታይ خدري خاد الله خبانا እንታይ ምጽውካ ካፍቶም ቅድሚ ሕጂ ሙሉ ዕድሜና ሙሉ ህይወትና ካብ ቀጥንቲ ጀሚርና እነምልኾም ዝነበርና ጎይቶት ካብኦም ዲኻ ክትሕርመና መጺኻ لتأفكنا أي تصدنا وتمنعنا عن آلهتنا وليس لهم إله واحد إنما آلهة بعلم ذاتهم انت يأمنوا زلوا مالتي حالا قويتا يأمنون يوم إنما آلهة متعددين سلازي نسخاكو كافتهم نايت انتي قويتوتنا نملخهم زنبرنا كابهم كتحرمنا خابهم كترحقنا أخا تبقيس كازل لخا ونحناس أين سمع كاننا سلامنتاي حقي كون نزت بلو زلخا تي تتنكخنا زلخا خا سقايا له مقصعت له تبلو زلخاون أين أمننا حق انت دا أخوينه قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين استعجلوا عذاب الله تحدي معناها تاي كونن مالتي زي ما يكونن إلا ما يآمنون أبرؤسي وانتا وسيخوا من مالتي حق انت دا لك أخوينك حجي كاتب لا زل خمسايا بدل أن يطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى تحكير الناس كي حقيقهم فلطوا ندلينا كن زبلوا يقول عذاب متى عذاب تقوى يوم له مالتي أبيلو استعجلوا عذاب الله وعقوبته لأنهم أصلا لا يؤمنون استبعادا يعني مصركم مخانو قرب يامنوا يرم تزخون زربازي أين بلو نيرم لكن خلاص أبحان قولهم يلن خمس بلوزلوز حقي كونن سلزبلو سلزنا تقوى قالوا تحدي استعجلوا قالوا ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين حق انت دع لك أخوينك نقرنا إخوان كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة الشورى آية 18 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها تزفرهاتي إذا آمن إذا أنبر ترى زي تأمن كوين كازنا قرزي يلن ترى أتبلو خين كأصلا يفرها كاني ولا حتى ونكابو أي تفرهني خان فقال نبي الله هود عليه السلام قال إنما العلم عند الله حجيتي سخم مقطعتي تطلبوا زلكم زي مقطعتي زي يجبأكم من يزفلطوا الله سبحانه وتعالى أنا أبي لا يكون زي مقطعتي زي أنا صحيح أتقوكم الله لكن أنا خمس ألكم أنا قطعكم يبلكم أنا أقويتكم مع سكوينه أنا أخوفكم بالله الله سبحانه وتعالى خي قطعكم إلى تقوكم زلكم أنبر أبي لا ولا حنت يلن فالله أعلم إن كنتم مستحقين وتعجيل العذاب حجيلي ومقطعة زقباءكم صباح لي إذن قرزني الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى السيد في الصمو أنا كن في الصمو إذن قرزي إنما أنا تعمل أختي يبتصح الله سبحانه وتعالى عززني في الصم أنا سرحي تزقب سرح مويا تراي من الأخت نبصحي أنبرك على أيكونا وأبلغكم ما أرسلت به إليكم إنما على الرسول البلاغ أنا تعمل أختي إذا بتصحي أنبر نايس قاي حلاف النت ويكأنا مقطعة حلاف النت يبلين حجي حق أنت على كاونك حج مساعد بنون زلهم أنا بيدي معاسا له أنا معاس أنا أخوين أخبري لكم أنا قويت أخوي معاسي لكم نعايا ملخو معاسب لكم ألخو أنا خاب قويتا إذا تنقوكم زلخو أنت دا أنا قويتا تحدي تقبروا لخوكم قويتا الله سبحانه وتعالى زي أمنكم أنت دا أخوينكم نصو فلت معاسي زي قصعكم زي قصعكم أب الدنيا ريخو قصعكم أب آخرة ريخو قصعكم زناتو قدائيو
أنا جن يتنققكم الله زي خاتا ملأختي أنا زي أنا خباء خجبر متى أنبر كالي بالليل ولكني أراكم قوما تجهلون لكن أراكم قوما تجهلون بزي تكبار زي بزريكم زلخم جن عقل زلكم أمر زلكم أيتمسونهم أبتفآتكم زلخم سرحنا يدنا قوريكم تصرحوا زلخم زنجرز تفلطوا ونيركم تتخونوا قرب عقلين يركم يرو تزخون كم زيلكم أي متزاربكم من نقويتاهم كآخم زيلكم أي متواططكم مسقويتاهم أبيلو مقطعتي أبيلو تحق النابلكم أي متزاربكم من عقل زلو وسب أمر زلو وسب نتحق زفلت كم زعينة زرباون أي ملسن إيو لذلك لأنهم جاهلين تي زبلو وزنبرو مقطعتي ويكعاتي سقاي الله سبحانه وتعالى مسمصومون فليطمروا يفلطون هؤلاء لا يعلمون كانوا يستعجلون بيلو بلو نيرهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فعذاب سقاي طيب الله سبحانه وتعالى زهو خلون زهن طيلون زلبروا الله سبحانه وتعالى مسمت لهم ما عرفوه حتى مسمصهم هؤلاء جهلة لا يفرقون بين العذاب والخير طبعا انتهي مسيلوهم طبعا صرروخ مسيلوهم طبعا انتهي مسيلوهم خلاص لهم حجي قالوا في ذلك الوقت كانوا ممحلين اصلا درقين يروهم فلما رأوه استبشروا خيرا خير كما تصنع حجي خلاص لهم خير كم زبوروا خير تصبيهم مع انه ما عندهم خير فرأوا إذا حجي ما يوزنامي لهم مالتيو فاستقبل أوديتهم بتي ربا بتي تحت بوتا تحت مسمصهم زي ومتينا لهم خلاص خير متنا له لهم تصبيهم ولكن الله سبحانه وتعالى يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إذا متيكم زلو أتيتهم طيلون تقايلون زنبركم إلى أنبر إذا نعاكم بالسرات أيكونن ناي ماي ناي زناب أيكونن هو العذاب سقايا بيلو فأتنا بما تعيدنا لكم تشقروا وزنبركم نهود إنها لكم حج متيكم وهذه العذاب وهذا زي متيكم زلخاء قال ريح فيها عذاب أليم نفاس مالتي زلو مالتيو وبوبلا انت حزاء تمزل لازا نفاس زي أخا عذاب أليم بطعم سقاي زملؤ مقطعة حزاءات قريبة زلا مالتيو فوصف الله سبحانه وتعالى بأن هذه الريح تدمر كل شيء طبعا من ألفاظ العموم يقولوا طبعا في القرآن وفي السنة أنه لفظ كل فهي تدمر كل شيء أي كل من في بلادهم فقالوا طبعا هنا كم زغبها الكل قد يكون في استثناء تدمر كل شيء قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فهو المقصد أن تدمر كل شيء ما يستحق التدمير فالله سبحانه وتعالى يعني دمسسيون درعميون زبلا ويكا الله سبحانه وتعالى أزان كل انتهي تقبروا مالتيو تطفئوا مالتيو فتدمرهم هم وأموالهم وحيواناتهم طريتهم يخونوا جنزبهم يخونوا مالهم يخون زرعهم يخون كله تاكوينو مالتيو بزان فاسزيا كله تمسيسو تدرعمو كله بريسو ولم يبقى لهم شيء الريح الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ريح كما قال سبحانه وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام يعني سم الملوك أتسئلوا مالتيو زنفاس زي نخلوا تاقروا كم زي نبرا قروا مالتيو فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بهذه الزنفاس زي تاكوينوا مالتيو خلوا بريسوا ما بقي إلا المساكن تزنبروا زنبروا قزاوتي أمان السطرة يتريفوا مالتيو طبعا هذا ليكون دليلا لمن خلفهم لأن الله سبحانه وتعالى عبرة يتقبرهم زلوا مالتيو فما بقي شيء كل برسوا
هوت كم زي نبرا غير وزعد مالتي امن تراي تريفوا امن قبون تريفوا مالتي فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء فأصبحوا لا يرى إلا مساكن فطبعا خرج من كل شيء المساكن ما دمرت فالله سبحانه وتعالى مساكن يدمرون مالتي فبادوا كلهم عن آخرهم ثم قال كذلك نجزي القوم المجرمين فالله سبحانه وتعالى خمس غيروا خانتهم جبنياتات نتهم مشركين نتهم كحتى خمس غيروا الله سبحانه وتعالى أب الدنيا تاي قبرهم مالتي يطفئوا بقطعهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبهوتهم كله إذا آياتات زي سمعوا كله كل جزء انتهى قبرهم نيرو مالتيو يفرهم نيرو مالتيو روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم تبل فتصم كسحكم كلوس ملء سحق كسحقوا كساعة أفهم كيفيتهم كسحقوا أمري إيه ما يفلتني إنما كان كسحقوا خلوهم تعملهم في الشيخ البناء في الشيخ تارك يربيهم زي سحقوا نيرهم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا هذا الحديث تبل النبي صلى الله عليه وسلم انتدأ نفاس كمت بوبلا قال ريهم ويكا دبنا ريهم زي أبقصهم نزل نجار زي كم زي فتوه شغلة خمس اللوهم نريهم نيرنا تبل مالتيو فتحطم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سب دبنا قال خلو يحقوس ما يمتص له زنا متص له يلو يحقوس قل نسخة تشاقل رئيك أنت هم كأخا فقال انتهى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أنا زي زمتص له خير يكون سقا يكون تاي أفليتني أبي لين تايله لأنه قد محجي الله سبحانه وتعالى نقل سبات بنفاس غيرو مقطعته يريد لهم مالتي نفاس مسيو قصيدو نفاس زين انتهى كوينو مالتي مطفيهم كوينو قال أمتاتك قالوا هذا عارض ممطرنا زي دمزلو دبنا زي تاشمس كزن منا ايو ما يحيز مصالو خير يلوم لكن انت خوينو مጨረሻ عذاب كوينو فاذا انا زي زفرها نزلو الى النبي صلى الله عليه وسلم كم زغيرهم عائشه رضي الله عنها ابرهم لا مالتي سلمنتاي لانه زي نجر زي تامنوا نجر ايكونن كل جزء وانت خونا له مالتي بمس الله سبحانه وتعالى بلبخا كل جزء كتنقق لك مالتي أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.